اهلا بيكم. النهارده هنشرح حلقه جديده من فيديوهات الافتر افكت، وهنعمل ستايل التكست اللي تقدر تحطه في اي مكان، زي شارع، ممكن تحطه على مبنى تحس ان هو ريل موجود في وسط المباني او محطوط في الشارع. فاول حاجه بنعملها هنا بنجيب الشارع اللي احنا هنحط عليه التكست، ونعمل اول حاجه سوليد لاير، ونيجي هنا نعمله 3D. وبعد ما بنعمله 3D بنعمل له روتيت في اتجاه الاكس زي ما احنا شايفين كده، وننزل بيه لتحت. وبعدين بنضيف كاميرا بحيث ان احنا نبقى شايفين من زاوية الكاميرا، ونعمل روتيت بالكاميرا هنا من أداة الكاميرا روتيت، ونظبط السوليد على الأرضية زي ما احنا شايفين كده بالروتيت بتاعت الكاميرا. أنا كده بتحرك بالكاميرا بالسوليد لاير. بستخدم الأداة التانية عشان أدخل السوليد جوه على الأرض وأنزلها كده لتحت، وأفضل أظبط اللاير بتاعتي لحد ما أحس إن هي بقت مستقيمة على الأرض. نيجي هنا نفتح افكت ونضيف من جنريت جايد، بيفتح معانا الجايد كده. نقدر نكبر الجايد بتاعنا، ومن الأداة بتاعت الكاميرا نقدر نتحرك بيها، هندخلها جوه كمان شوية وننزل بيها لتحت. أول ما نحس إن الجايد بقى بسوى الأرض يبقى إحنا كده ماشيين صح. هنكتب التكست بتاعنا ونخليه 3D ونحطه في المكان اللي إحنا عايزين يبقى موجود عليه. هنكبره من هنا، ممكن نعمل له روتيت، وبعدين نيجي على السلايد اللي تحت ونظبطها كده، نظبط الكاميرا بتاعتنا تمام. ونيجي هنا نعمل المشهد بتاعنا من الليفت وننزل الفونت على الخط الاحمر ده. الخط الاحمر ده السوليد لاير اللي احنا عاملينه، وننزله عليه بالظبط. وبعدين نرجع تاني للاكتف كاميرا ونقفل الجايد بتاع السوليد لاير، ونيجي هنا نحط لايت، هنخليه بلون السما، ونخلي هنا 75%، ونعمل هنا كاست شادو، نعلم عليها، نعلم على كاست شادو وندوس اوكي. بنيجي هنا نفتح الماتيريال اوبشن بتاعت الفونت ونخلي الكاست شادو اون، الاكسبت لايت اوف، ونيجي هنا عند السوليد لاير في الماتيريال اوبشن نخلي الاكسبت لايت اوف، فيظهر معايا بالشكل ده. واجي افتح من النورمال هنا اخليها مالتي بلاي عشان ما تبقى الظاهره، هيظهر معانا الفونت والشادو على الارض زي ما احنا شايفين. اجي هنا من اللايت واعلي الشادو درافت عشان يبقى بلور مش شارب، واجي هنا من التكست اقف عليه واحركه في مستوى افقي عشان ما ينزلش تحت السوليد لاير، واحطه في المكان اللي احنا عايزين نحطه فيه. زي ما احنا شايفين كده الشادو بيمشي مع التكست. نيجي هنا نشوف المشهد من التوب، طبعا اللي بالخط الاحمر دوت الفونت من التوب فيو انه خط واحد، واللي احنا شايفينه بالاسود دوت الشادو بتاعنا. نقدر نحرك الاضاءة كده بحيث ان احنا نشوف الشادو هيبقى مرسوم ازاي على الارض. لو احنا جبناه يمين الشادو هيظهر شمال، ولو جبناه شمال الشادو هيظهر يمين. زي ما احنا شايفين كده نقدر نقرب الإضاءة أو نبعدها بحيث إن الشادو يبقى يكبر أو يقل. لو احنا ودينا الإضاءة الناحية التانية الشادو هيبقى قدام الفونت من قدام مش من الناحية التانية. نجيبه كده يمين ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. نرجع للأكتف كاميرا زي ما احنا شايفين كده الشادو قدام الفونت مش في الخلف. طيب نرجع تاني للتوب فيو، نرجع كوماند زد ونرجع تاني للاكتف كاميرا، يبقى كده الشادو ورا الفونت. هنيجي هنا نفتح افكت وجنريت، نختار رامب عشان نغير لون الفونت. بنيجي هنا نختار اللون دوت من هنا، واللون التاني دوت نختاره حاجة غامقة، يعني اللون يبقى فاتح واللون يبقى غامق، او لون واحد سوليد
في الاتنين لو احنا عايزينه سوليد مش جريديان. وفي هنا البوينت اللي فوق دي بتاعة الغامق، والبوينت اللي تحت دي بتاعة اللون الفاتح. نقدر نتحرك بيهم لغاية ما نختار الجريديان اللي احنا عايزينه او الشكل اللي احنا عايزينه في الجريديان. زي ما احنا شايفين كده اقدر اقربها او ابعدها او اخليها من فوق او من الجنب او من تحت. وده الشكل بتاعنا النهائي. اقدر برضو اعمل دبليكيت لللاير بتاع التكست دوت. الدبليكيت بيتعمل ازاي؟ واقف دلوقتي على التكست اهوت، وهعمل كوماند دي او كنترول دي، هيعمل لي لاير تاني. يبقى كده عندي 2 فونت، هسحب واحد فيهم لقدام واعمله روتيت من الواي، هيلف معايا كده. بعد ما يلف معايا انا مش شايف ليه شادو، فباجي احط له اللايت بتاعه. اوكي، نفس السيتنج بتاعت اللايت القديمه. واجي اقف هنا على الفونت وافتح التوب فيو، هلاقي هنا ان الشادو موجود بس الاضاءه بعيد بتاعته، فاحنا بنقرب الاضاءه، نحاول نقربها من الفونت التاني. الفونت اللي على الشمال دوت هو الفونت اللي في الجنب. تمام. نيجي هنا نشوف الاكتيف كاميرا، برضو الشادو مش ظاهر معايا على الارض. نيجي هنا نشوف من الليفت الفونت شكله عامل ازاي. نازل تحت اللاير السوليد لاير، فنقدر نرفع الفونت كده فوق. نقف على الفونت ونرفعه يبقى في مستوى السوليد لاير عشان الشادو بتاعه يظهر على الارض. نيجي نشوف بقى من اكتيف كاميرا، نلاقي الشادو فعلا ظاهر على الارض. هنطلع الفونت كده لقدام زي ما احنا شايفين اهو. اقدر اتحرك بالبوزيشن، ادوس بي فور بن، هيظهر معايا البوزيشن بتاعه. اقدر احركه يمين او شمال، المهم ما احركوش تحت او فوق عشان الشادو بتاعه. اخليه على الارض عشان الشادو يبقى ظاهر على الارض. تمام. هقرب كده، والروتيشن بتاعه اخليه يبقى موازي للرصيف. كده بقى موازي للرصيف فعلا، والشادو بتاعنا باين ورا. اقدر احركه في المكان اللي انا عايزه، والشادو برضه هيبقى بيتحرك معاه. واجي هنا اشوفه من التوب فيو، واشوف الاضاءة اللي عاملة الشادو بتاعه، ونقربها منه كده. ونرجع للاكتيف كاميرا. الشادو زي ما احنا شايفين ظاهر ورا الفونت. ارفع الاضاءة شوية لفوق، واجي هنا عند الرامب، امسك الاتنين بوينت دول، اقف على الرامب، هيظهر لي الاتنين بوينت. اقدر احركهم كده بحيث ان انا اغير لون وشكل الفونت بتاعي. انا كده بغير في اللون بتاعي، بخليه جريديان، هخليه من الناحية دي غامق ومن الناحية التانية فاتح شوية زي ما احنا شايفين كده. واقدر اغير اللون بتاعه، اخليه اي لون تاني. اقدر اغير الباك جراوند بتاعتنا واخليها شارع تاني خالص. ونشوف ازاي نحاول نغير في الفونت بتاعنا. هنرجع تاني السوليد لاير للنورمال مش المالتيبلاي، ونفتح الجايد ونحاول بقى نظبط بالروتيت بتاعة الكاميرا السوليد لاير مع الفونت. هنقعد نظبطه لغاية ما يبقى موازي للشارع اللي احنا شغالين عليه. تمام. ونختار الأداة التانية وننزل بيها تحت بحيث ان الفونت يبقى على الأسفلت بالظبط او على الشارع نفسه. تمام. نقرب كده ونقفل الجايد ونخلي دي مالتيبلاي. تمام. الفونت بقى موجود على الشارع، ورامي الشادو بتاعه على الأرض برضو. نقدر نقف على الفونت ونغير الكلر بأشكال مختلفة زي احنا ما شايفين. مستنيين تطبيقكم على الفيديو. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.